البوم ارسنك الجديد اكتر البوم شارك فيه رابرز ما بين الالبومات اللي نزلت في 2024 كلها، اللي هم يعني البوم بالانوار والبوم ابي يوسف. الالبوم ده فعلا كان صعب قوي انك تختار منه عدد تراكات معينه، فعشان كده حل الالبوم كله في فيديو واحد. اتكلمت عن تراك لانج في فيديو شورت قبل كده، والنهارده هنتكلم عن السبع تراكات الباقيين. فما كلام كتير، انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو مش مشترك في القناه، فعل زر الجرس انه مسافه ديسكورد، تابع على انستجرام وكل الكلام ده، ويلا بينا. سما ومودة خش بهجمة نردها مرتدة. هنبدا الاول مع تراك يا زميكس فيت مع زميكس. الضرب بسنتي مسطرة، اتكلموا مفيش اي ضرر. هنا زميكس عمل حاجه، وهي ان هو خلى كل 4 بارات برايم مختلف عن ال4 بارات اللي بعديهم، وكمان بفلو مختلف. ده طبعا خلى التراك ممتع جدا، انت تسمع التراك مستمتع، انت كل 4 بارات بطريقه وبرايم مختلف، فالطبيعي انك مش تزهق من التراك. على الحلو سارح بص، خدت غرزة مراية طورت لحد عطوري دول في اهدوري الكلتو بس طلع بص خالص. على الحلوه سارح باصص، فبسبب ان هو سرحان خد غرزه فالمرايه طارت. المرايه بقى طارت فين؟ طارت طلع طارت. ليه؟ لان هو كان ماشي بسرعه كبيره قوي، وحته بقى ان هو كلو بس طلع باصص خالص، ممكن يكون بينكو شويجز. بتقلب قطر قلت شارب قالت حاضر، قلت جامد قالت شاطر، قمت شاتم قلت لا ايه الجمدان ده؟ قالب بترايم شارب، وقاطر بترايم حاضر، انترنال رايم، البار كله بيرايم البار اللي بعديه كله حرفيا بالظبط، مفيش حرف حتى مجلي. ياما كنت طالب من ايام كنت زي تليفوني صامت، كانوا على حق لما قالوا ان انا ضارب. هنا وورد بلاي في كلمه ضارب اللي هو مجنون، وضارب اللي هو مشهور. هما كان قصدهم ان هو ضارب بمعنى مجنون، وهو كان قصده ان هو ضارب بمعنى مشهور. وما تستغربش ان احنا نطينا قوي كده في التراك، دول 7 تراكات اكيد مش حلال البربار يعني. ومشاغل ومصاعب، مش انا الواد صاحب الهتايه اللي طرقعت، انا فنان من زمان الفان هو صعد كلام. بص بقى البار الجامد قوي ده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا فنان من زمان الفان هو اللي صاعد. في ناس بتقول ان ارسنك رابر صاعد، طبعا ده كلام غلط. ليه؟ لان ارسنك بيراب، انا عن نفسي اعرفه من 2018، فمش منطقي ان احنا ب 2018 بنقول ان ارسنك جامد وبعد 6 سنين نقول عليه فنان صاعد. مش طبيعي يعني، انت فاهم؟ فهنا ارسنك بينفي الكلام ده، بيقول ان هو مش فنان صاعد ولا حاجه، انا فنان من زمان اصلا. الفان بقى هو اللي صاعد، لان هو ما كانش موجود زمان. الفان هو اللي جديد، عشان كده بيقول عليا صاعد، هو لسه شايفني، هو اللي جديد. الفان هو اللي صاعد. فبجد البار ده يعني صح بنسبه 100%. الكلام ده مستفز جدا لو انت فنان وبقالك 6 سنين، هو مش 6 سنين، هو اعتقد اكتر، بس انا على الاقل اعرفه من 6 سنين. فانت بقالك كل الفتره دي انت بتعمل هتات، يعني شوف الشيء كان من امتى، وانت مصنف من اقوى الرابرز في راب سين، وبيتقال عليك راب الصاعد. ازاي؟ زي سانتا. انت متخيل الناس بتقول على سانتا ان هو فنان صاعد؟ فنان صاعد ايه يا عم؟ صباح الفل، ده من 2016، ده بيراب من قبل ما انا راب. والناس على طول بتبص، السنه دي الفلوس زي الرز، ممكن ناخد مار ونروح موسى كوست. بص السكيمه الجامده دي، وبروح اسمعها في التراك عشان مش هقدر ان انا اعرضها كلها. السعر كمان هيتضاعف، يبقى دبل زي الزوكش، فبيدي شوت اوت للدبل زوكش. بعدها بيقول ايه؟ الجائزه دي مقسومه من النص عليا انا واخويا الزوز اللي هو زميكس اللي معاه في التراك. وفي البار ده بيقول ممكن ناخد مارو ونروح موسى كوست، فطبعا يقصد مروان موسى كوست. يعني عمل فيها وورد بلاي موسى ومروان موسى. وموسى كوست دي قريه تقريبا او منتجع يعني في العين السخنه او قريب من العين السخنه، او ما اعرفش، ما رحتوش قبل كده الصراحه، انا ما رحتش حتى العين السخنه. ماشي في الساحه براحتي، تراك ممنوعات يا صاحبي. وبس خلصنا اول تراك. كده كده فاهم التراكات خفيفه يعني، فاهم؟ سواء كليركس او يعني هي التراكات نفسها تحسها خفيفه على قلبك كده، انت بتسمعها مش مضطر انك تعيد التراك عشان تفهمه او تسمعه، انت بتعيده بس عشان استمتعت بيه او عشان انت حبيت التراك مش اكتر. فنخش على تاني تراك معانا، وهو تراك اكس. بدايه القصيده غشامه على الخريطه، اكسات من القاهره الجديده، البول عين الزيره ومبابه. في مقولة معروفة جدا بتقول لك ايه؟ بداية القصيدة كفر. هنا بيقول لا، بداية القصيدة عنده هو بقى ايه؟ غشامة، بيتغاشم على الخريطة اكسات من القاهرة الجديدة لبولاق عين السيرة ومبابة. يقصد طبعا القاهرة كلها كده، لان هي اصلا القاهرة اقصى الغرب فيها امبابة. هي امبابة طبعا في الجيزة، بس يعني كقاهرة كبرى اقصى الغرب فيها امبابة. هي مش اقصى الغرب، لسه في حاجات بعد امبابة يعني، بس هو اخر خط المترو. هو برده مش اخر خط المترو، هو المهم ان هو يقصد غربا امبابة وشرقا القاهرة الجديدة، اللي هي برضو تعتبر اخر حاجه في القاهره من ناحيه الشرق. احنا بنتكلم فيه، ما علينا. الفكره ان هو بيحط اكسات على الخريطه على المناطق اللي هو ايه، فاهم؟ اتسمع فيها، فبيقول على الخريطه اكسات في القاهره كلها. يعني انا ليه ما بتكلمش عن عين السيره؟ يعني لازم اقول لك موقع عين السيره الجغرافي دلوقتي. عين السيره في مصر القديمه اللي يعتبر ايه، في وسط القاهره. وطبعا ده مش السبب اللي خلاه يقول عين السيره، ممكن يكون قصده كمان القاهره القديمه، عشان كده عين السيره. فيقصد يقول القاهره القديمه والقاهره الجديده، فيقصد الازمنه انه كان بيتسمع زمان وبيتسمع دلوقتي.
اللي خلاه يقول عن السيره انها بترايم قصيده، فهي بقت انترنال رايم، ولسه في البار الجاي هيكمل على نفس الانترنال رايم. احضر اعمل مصيبه اعمل غيغه، عندي ليفل مش شر يخلينا غفل الفريسه بالطيبه كداب. انا ما بحبش النوعيه من البارات اللي بتبقى طويله قوي والرايم يجي في الاخر، بس ارسنك عاملها جامده قوي لان هو عامل ايه، عامل انترنال رايم زي ما قلت، القصيده وعين السيره، وهنا بيكمل مصيبه وبعدها هيقول الطيبه والصديقه، فاهم؟ هو مكمل بالانترنال رايم ده عشان البار طويل. ده بيبين لك قد ايه مدى التمكن اللي عند ارسنك، لان كل ما البار كان طويل كل ما كان اصعب انك تحط رايمات اكتر، لان انت هتحتاج انك توازن ما بين كل الرايمات دي مع الكلام اللي انت عايز تقوله اصلا. وكلام واضح، عندي ليفل مش شر يخليني اغفل الفريسه بالطيبه الكدابه، مش محتاج شرح. مهاره انك تبقى 20 وكباره، فان بيرسي في الجو وفي الارض فين ديزل عطاره، ده للتلاميذ العطلانه. فان بيرسي في الجو، فان بيرسي هو لعيب كوره كان مشهور بان هو بيجيب جوان على الطاير، فعشان كده بيقول لك ايه، فان بيرسي في الجو عشان على الطاير، وفي الارض فان ديزل عطاره، ده للتلاميذ العطلانه. المالتي سيلابل هنا جامده قوي، ديزل عطاره تلاميذ العطلانه. صديق القلاب ولا كلم جمعه يكلم سبت يكلم اي حد يكلمني، مش انا الشاب اللي احتاج حد يقدمني. البار ده جامد قوي، عارف انت اللي هو كلم حد يكلمني او كلم حد يكلم حد يكلمني، هنا بقى هو جابها بطريقه مختلفه، بيقول لك كلم جمعه يكلم سبت يكلم اي حد يكلمني، فجامدين الصراحه. مش انا اللي احتاج حد يقدمني عشان انا معروف ومشهور وكده. عمر بس مستني حد يقبلني، اصل شفت عصابات في المجال. مؤاخذه. بص هنا بيقول لك اصل شفت عصابات في المجال، وبعد كده بيضحك لان مفيش عصابات في المجال، او العصابات الموجودين في المجال هم فعلا مثيرين للشفقه مثيرين للضحك. مش هقول لك هنا هو بينكش مين لان انا ما اعرفش، بس انا اول سمعت البار ده جه في دماغي معالي تاون مافيا الصراحه، مش هكدب، ما بقولش ان هو بينكش معالي تاون مافيا، بقول ان انا اللي جه في دماغي معالي. حق النفليكس لو روح نص عمري في كفاحي، بحكي عن مري وكفاحي، بكره شغال المليون زي جورج ارداحي. هنا بيبرر هو ليه بيفليكس، بيقول لك ده حقه لان هو ضاع نص عمره بيحكي عن مر وكفاحه، نص عمره كان بيكافح، فطبيعي لما يوصل انه يفليكس بقى، فاهم؟ وبرضه جورج قداحي يعني واضح اعتقد عشان برنامج من سيربح المليون. بجناحي سلوت من كل النواحي، بص في ساعتي ده وقتي دون شك، كله من ضعف بدون شم بدون شك. سلوت من كل النواحي اللي هو مبهر يعني او مذهل. ببص في ساعتي ده وقتي، هنا بقى فيها وورد بلاي، ده وقتي بمعنى اللي هو عشان ما اضيعش وقت، وفي نفس الوقت ده وقتي، ده الوقت بتاعه اللي هو يعني ده الزمن بتاعه. من غير الدش والدم والتك، فرق اللي ينفذ اللي ملوش قد، وبين اللي بيتكلم بس ماهوش قد. ما بيغنيش على تراب شعبي، ورغم كده بيفايرل وتركاته بتجيب فيوز ومعروف، فدي حقيقه الصراحه. وفرق بين اللي ينفذ وملوش قد، يعني هو ما بيتكلمش اصلا، هو بينفذ على طول. ليه؟ لان هو ملوش قد، مفيش حد قده، مش زي اللي بيتكلم مش بينفذ بقى، لا ده بيتكلم وهو ماهوش قد ان هو ينفذ، فبرضه البار ده جامد قوي. بس اللي بتيجي من البانكينج مش من الاصل، اللي هو غسيل الاموال حراميه اولاد المال. بدايه القصيده وبس. ده كان تراك ارسنك اكس. مش عايز اقول ده اقوى تراك سنجل بالنسبه لي لان انا مش فاكر الصراحه، التراكات سمعتها مره واحده، دي تاني مره اسمع، بس غالبا ده اقوى تراك. ودلوقتي نروح لتاني تراك، وهو تراك ارسنك وسانتا اديوس. الفيد ده انا كنت مستنيه من زمان قوي، لان فعلا ارسنك وسانتا من اقوى الرابرز الموجودين في الراب سين المصري، وخصوصا في الاولد سكول. فخلينا نشوف الكلام على ايه. شمالي فاضي ميني فاضي وما فيش اشاره، شمالي هدى يميني نونو لسه باقيار. شماله فاضي ويمينه فاضي ومفيش اشاره، يعني ايه؟ يعني الطريق فاضي وهو بقى ايه، هينطلق هيطير على الطريق. ليه؟ لان مفيش حد جنبه، مفيش عربيات جنبه تضايقه، ومفيش اشاره توقفه، مفيش اشاره تبقى حمراء مثلا، لا هو ماشي بقى على الطريق ما بيوقفش. فالبار ده جامد. بس البار اللي بعديه بقى، شمالي هدى يميني نونو لسه باقي يارا، إيه بجد ده بار. الكلام مش للفانز دلوقتي، الكلام لارسنك. يعني انت راضي عن البار ده؟ كول على التليفون الرجل لو اللي دي دو. ده عموما انا كنت مستني ان ارسنك يعمل حاجه غير اللي هو عملها خالص. كنت مستني فيرس اولد سكول من بتوع ارسنك، يعني العادي بتاع ارسنك، مش عايز حاجه مبهره يعني، بس عايز كتابتك العاديه. لكن الحقيقه ان انا اتفاجئت بان هو بيحاول يعمل حاجه كاتشي، حاجه تعلق في الودان اكتر. مش هكدب، التراك فعلا الكورس علق في وداني بشكل مش قادر اخرجه من دماغي، بس ده ما يشفعلوش، ده ما يخلينيش اقول ان انا مبسوط باللي انا شفته. انا كنت مستني حاجه غير كده خالص. يعني انت بتقدم اصلا تراك لجمهور ارسنك وسانتا، ليه تعمل حاجه زي كده؟ التنوع حلو بس مش في التراك ده. بس معاكي نار قلبت المهرجان، برقص من غير صجات، مرقصهم من غير صجات، دي حقيقه فعلا. تقريبا من اكتر الرابرز اللي بيعرفوا يعملوا تراكات بترقص، تراكات بتعلق في الودان من غير ما يحطوا صاجات في البيت، من غير ما يبقى البيت راب شعبي، يقدروا يعملوا راب يرقص فعلا. دي حقيقه ما نقدرش ننكرها. سلاحه في ايده قلبه مش بيجيبه، قلتله بماديا ريكو لعبت في وشه الايكيدو. برضو مصمم ان اي حد هيقول ريكو في اي تراك بيبقى بينكش عفروته. اي نعم، ارسنك هو حلقه الوصل ما بين قطبين الراب سين المصري، رأس مال والمكسيك، لان هو هنا في الالبوم ده مع اكتر من حد من المكسيك. ولكن السنه اللي فاتت هو كان عامل تراك مع مروان موسى، وهو اصلا علاقته كويسه بمروان موسى، فلا هو ما بينكش عفروت.
لبان الدكر مدر فكر مش شوكولاته كبري، مش هفضل ساكت عشان ثابت البطل وجاتلي. بص بقى الفيرس بتاع سانتا، فرق السماء والارض في الكتابه. ما بقللش من ارسنك، احنا مش هنهزر يعني، مش لسه عارفين ارسنك النهارده، ولا انا عامل الفيديو ده عشان اقلل من ارسنك. صباح الفل، ارسنك هو كلاس ايه في الراب سين المصري بالنسبه لي. ارسنك كده كده من التوب ومن اقوى الناس على كل النواحي، يمكن اكتر رابرز المتكاملين. لسه كنت بقول ان هو تقريبا الرابر الوحيد اللي بيعرف يرقص من غير دم وتك وشخاليل، فاهم؟ في نفس الوقت هو كاولد سكول وكليركس مش طبيعي، وكفلوهات اسطوره. فده اللي يضايق، ده اللي يضايق انك تعرف تعمل نفس الليفل بتاع سانتا ده، او تعمل العادي بتاعك في التراك ده. لكن التراك ده غريب، انا بنتقد التراك ده قوي. ليه؟ لان انا كنت مستني حاجه تتحط في احسن تراكات جت في تاريخ السين المصري. عموما الفيرس ده فعلا قوي جدا، وهقول لك ليه دلوقتي. لبان الدكر مظهر فكر مش شوكولاته كابري، اللي هو مش حلو، هو مر، فاهم؟ عشان زي لبان الدكر. وطبعا ايه دي انترنال رايم، دكر مظهر فكر. وفي البار اللي بعديه مش هفضل ساكت عشان ثابت البطل وجاتلي، ساكت وثابت انترنال رايم. وثابت البطل هو اسم الحارس بتاع الاهلي الله يرحمه، ثابت البطل، وثابت اللي هي ثابته يعني، فبرضه وورد بلاي. فانت متخيل ده انا بشرح اول بارين بتكلم عن كام انترنال رايم وبتكلم عن كام وورد بلاي. طالع بمكنه هارلي بكروز على مهلي، ماليش في جو السكيت بشجع انا الاهلي، ماليش في جو السكيت بشجع انا الاهلي. البار ده عميق قوي، فاهم؟ هنا هو بيقول لك مالوش في السكيت، السكيت غالبا بيبقى في الزمالك، فهو مش من شباب الزمالك، هو بيشجع الاهلي فمالوش في السكيت، فاهم اللفه؟ فجمدان طبعا وورد بلاي، لان الزمالك اللي هي المنطقه والزمالك اللي هو النادي. كلمني في المحمول انت يا اسطى شايل مني زي العجوه في المعمول. بص التشبيه بيقول لك انت شايل مني زي العجوه في المعمول. المعمول ده بيبقى بسكوت بالعجوه، وطبعا الرايم رهيب يعني، معمول ومحمول. جيجز وسكولز والعرضيه من معلول، وادي نوه بدماغه وقول يا ولد مش معقول. جيجز وسكولز والعرضيه من معلول. جيجز وسكولز هم من الجيل الذهبي لمانشستر يونايتد، وطبعا هم الاثنين تقريبا من احسن اللعيبه اللي بيعملوا عرضيات. معرفش سكولز الصراحه او لا، لكن جيجز اكيد هو من احسن الناس اللي بيعملوا عرضيات. بس بيقول العرضيه من معلول، طبعا معلول هو احسن واحد بيعمل عرضيات في التاريخ يعني، مش هنهزر. وادي النووي هو بدماغه، هو بقى اللي حط العرضيه بدماغه من معلول يعني. انت زبله في ايدي ماسك نبله، بلب اي حد كني ياض شغال في مقلب. ادي يا عم اقل بار عند سانتا. وورد بلاي في كلمه بلب، انت فاهم؟ بيلب اللي هو بيضربه، وفي نفس الوقت بيلب حرفيا اللي هو اللب، اذا كان شغال في مقله. فحرفيا اقل بار لسانتا. احميكي زي دجله لو هنجيب شربات ودبله، بيقول لي نورث كوست وقت الجد فين القبله. وانا بسمع سانتا ما بعملش الاكشنات يعني. مثلا ممكن انا بسمع اي حد اقول اوف ايه الجمدان ده وبتاع، سانتا ما بعملش، لان انا رافع سقف طموحاتي قوي. فالبار ده الطبيعي ان انا اكسر المايك لو هدي رياكشن عليه. هحميكي زي دجله، يعني اللي هي محميه وادي دجله، فهيحميها زي محميه وادي دجله. والجمدان الاكتر انها مش باينه يعني، انت ما تفهمهاش من اول مره ولا حتى من تاني مره. لو انت ما تعرفش محميه وادي دجله لازم فاهم الموضوع صعب. لو هنجيب شربات ودبله اللي هو هيتجوزها يعني، وبيقول له نورث كوست اللي هو الساحل الشمالي، هو وقت الجد فين القبله. سيبك انت، الرايمات جامده قوي. ليه؟ لانها مش مألوفه. انا تقريبا عمري ما سمعت رايم بالوزن ده. علو القمر محسن الكيميكال تيكي كول على التليفون. وبس دلوقتي نروح لرابع تراك معانا، وهو تراك مارادونا. حرقة من زنك مش كورونا، بقوا يلموا الشمل وبيتلموا النمل، تحس ان انا حواليا تراب. بيقول لك بقوا يلموا الشمل ويتلموا النمل، تحس ان انا حواليا تراب. يعني الانترنال رايم دبل رايم. القوافي الداخليه اللي في البار ده هي مش قوافي عاديه، لا هي دبل رايم، رايمين مش رايم واحد. يلموا الشمل يتلموا النمل. واللي انا فهمته ان هم بيتلموا عليه، فاهم؟ بيتلموا حواليه، فاهم؟ تحس ان هو حواليه ترط. فهنا برضو في لعب في الكلام، النمل بيتلم تحس ان حواليه ترط، عشان النمل بيتلم على الحاجه المسكره او الحاجه المحليه، وفي نفس الوقت حواليه ترط، كله عايز ياخد حته من التورته، طمعانين فيه يعني. دي كانت بتاعتك وبقت بتاعتي، شاكيرا مش راجعه البيكي. صاحبك ياض اللي بيشتمني على النت في الشارع بحلق له زي وائل غنيم. التشبيه ده جامد قوي. اللعبه دي كانت بتاعتك بس خلاص بقت بتاعتي، وشاكيرا مش راجعه لبيكي، اللي هو مستحيل شاكيرا ترجع لبيكي، معرفش ليه يعني، بس يعني احتمال انها ترجع لبيكي نفس احتمال ان اللعبه ترجع لك، اللي هي اقصد بيها القمه يعني بتاعت الراب سين. بعدها بيقول صاحبك هذا اللي بيشتمني على النت، في الواقع بحلق له زي وائل غنيم. فبحلق له هنا في وورد بلاي، بحلق له اللي هو بطنشه او بهمشه، وفي نفس الوقت بحلق له حرفيا لان وائل غنيم كان حالق. غنيم قفلنا في الرد، ماشي عالساحة دي في قبلي وفي بحري، مسا عالجبل والشط. مسا عالجبل والشط. فبعيد عن المالتي سيلابل، هو هنا بيتكلم عن ان هو اصلا من اسيوط، من الصعيد، الجبل، ورغم كده مسمع في الشمال في بحري، سواء القاهره او اسكندريه او اي حته بحري عموما، عشان مسا عالجبل والشط. ونروح لخامس تراك معانا، وهو تراك اعلام. ابي يوسف حبيبي منور التراك والله.
هنا بيوسف هو اللي بيقول لي البابا على البيت. طب ايه بقى، ما تعملوا فيد بقى انت وارسنك يعني. معادي بقت كل الفرافير تحلو، انا قلت خلاص هحتكر البحر عشان كلها بتطير في الجو. بار جامد. انا بحب صياغه البارات اللي من النوعيه دي، اللي هو انت تقول بار اتقال مليار مره قبل كده بس انت تقوله بصياغه او بصياعه عادي برضه بطريقه مختلفه عن اي حد قال نفس الكلام ده قبل كده. فبدل ما يقول كلها بقت بتحلو وبتطير في الجو، فاهم انت اللي هي الجمله السرسجيه اللي اتكررت 50 مره، قال لك ايه، انا هحتكر البحر ليه؟ عشان كلها بتطير في الجو. عشان كده بتلاقي ان الارت ورك بتاع التراك ده صورة ارسنك واقف في مركب في البحر. ناس بتنط زميلي في الحفله تحس ان الاسفلت مشاو، كل ما اخلص بعد القفله يقول تشبيه جامد قوي. بيقول لك الناس بتتنطط في الحفله تحس ان الاسفلت مشوك، تحس انهم واقفين على الاسفلت في شوك، مش بيوقفوا تنطيط. فجمدان الصراحه. رجالتنا كلهم اداره بيشرفوا نفسهم فخامه. ودلوقتي نيجي لفيت ارسنك وسلايفر وعنبه في المولد او المولد. عملت خير كتير مع ناس كتير وفي الاخير اترميت في بحر. عملت خير مع ناس كتير وفي الاخر اترميت في بحر. عارف انت المثل بتاع اعمل الخير وارميه في بحر؟ فانا برضه هو بعيد صياغه المثل ده في البورده. وعموما انا اكيد مش حل مهرجان فما تستنوش كلام كتير يعني عن التراك ده. انت غلطت وتستاهل الجزا ده، مفيش فرق بينك وبين جزمك. بس عموما هو تراك لذيذ يعني. انا ما بحبش المهرجانات عموما ولا التراكات اللي من النوعيه دي، ولكن هو مش اكتر تراك يضايق يعني. انا بتضايق من المهرجانات عادي. ودلوقتي وصلنا لاخر تراك، وهو تراك ابو الانوار ويانج زوكش وارسنك طبعا يعني، كود اللي هو اسم الالبوم نفسه. قالوا اني انحرفت شعبي، قلت لهم من امتى بتكلم لحد تاني غير اهلي ناسي وشعبي. بص، اللي انا فهمته من البار ده ان هو بيرد على الناس اللي بتقول ان ارسنك بقى بيعمل شغل تجاري او شغل شعبي عشان يبيع، بان هو بيقول لهم طب ماشي ايه المشكله، ما اصلا ده العادي، ده اللي انا بعمله طول عمري، ان انا بكلم اهلي وناسي وشعبي. لكن انا عارف وانت عارف انك تبقى رابر من زمان، لا انك يعني مش مهم. كله بيجي جري خوف كان في ايدي جرينوف. كان في ايدي جرينوف. جرينوف ده سلاح يعني زي الرشاش، عشان كده بيقول هو لما شافني جري كأن في ايدي جرينوف، رغم ان هو مش في ايده جرينوف. لما احضر ناس تتوتر، ناس تتشنج، ناس تتمسمر، ناس بتهنج، ناس بترستر. هو ده ارسنك اللي انا عارفه يعني، فاهم؟ ده العادي بتاع ارسنك. لما احضر ناس تتوتر، ناس تتشنج، ناس تتمسمر، ناس بتهنج، ناس بتراستر. عارف انت لما الراوتر يهنج فانت بتراستره. ما علينا، الفكره ان هو بيعمل رايم ايه، تتشنج، رايم بي، مسمر، والفلو جامد قوي الصراحه. تتقدر ده كامينيو وسط الهلافيت ماشي كينج كونج، جيت اتبص شفافين جون سينا. وصل على فيت ماشي كينج كونج. هنا بيدي شاوت اوت لعنبه لان هو بيقول الكلمات بتاعته. جيتت تبص شفافين جون سينا، بيشبه اخصامه بان هم جيتت زي الميتين وشفافين. ليه؟ الجمله المشهوره بتاعت جون سينا يو كانت سي مي، اللي هو انت ما تقدرش تشوفني. فهو بيقول ان هو مش شايفهم زي جون سينا. فصايع الصراحه، لان برضه ايه، العمق في الكتابه حلو. فشخ العباديه بسيطه، حتى لو قلت لك سنك طريقه برضه مش هتبقى سنك ده نصيبه. يا جدع ايه ده، ايه الجمدان ده بجد. انا عجباني قوي الرصه دي والفلو ده بجد مختلف ومميز قوي عن اي حاجه انت ممكن تكون سمعتها. فهسيبك سيبوه ده حالته مؤسفه، انت زبون مش اسم دي الصفه. مصفه ودي صفه، وسيبوه زبون برضه، خلي بالك يعني، فاهم؟ في انترنال رايم تقريبا كل بارات ارسنك بيبقى فيها انترنال رايم. مش كده بقول لك هو جامد قوي كتابيا. ما علينا، انت زبون مش اسم دي صفه يعني. انت زبون مش اللي هي الحاجه الحلوه اللي هو انت جاي تشتري، لا انت زبون اللي هو بيضحك عليك يعني، زبون اللي هي الشتيمه يعني. بصمه خلاص كله بيجي الفيد ده رهيب يا جماعه بجد والله العظيم. قبل ما اسمع ابو الانوار، ابو الانوار برضه هيضيف لقوه التراك، بس الكيمياء اللي ما بين يانج زوكش وارسنك رهيبه. غير انك تكرر فيرس كامل، مش يعني العادي الكروس بيبقى 4 بارات، احيانا بيبقى 8، لكن ان انت تكرر يعني تقريبا فيرس كامل، ويانج زوكش برضه بيكرر 4 بارات، وانا مستمتع ومش زهقان وانت بتكرر كل ده، لان هو برضه بيغير في الكلام. انا شايف ان ده نجاح رهيب للتراك. ضارب سيجاره وما فك في نفسيتك، مش شاب زي زميلي بيسيحوا لوليتا والكاش ده ابو انوار دخل فاهم، انسجم على طول معاهم يعني. انا برضو ايه، مش حاسس بحاجه غريبه، مش حاسس ان في حد غريب دخل، كاني بسمع ابو انوار من اول التراك. الهتات مش مهم بريسنت، انا سيكا او شيكا، ده فن ومزيكا رقصته على الثابته. ايه رايك في الفنت؟ بص هنا بيقولك انا سيكا او شيكا. سيكا اللي هو البابا، بيشبه نفسه بالبابا، او شيكا اللي هو شكباله، عشان بيقول بعدها ده فن ومزيكا رقصته على الثابته. في السين غير معترف بيك، تراك بينزل وبيجيب ارقام، لو السنك ميمو او اليونج فيه. طبعا الكلام مش محتاج ان انا اوضحه، بس فلو رهيب رهيب يا جدع. ايه الجمدان ده؟ مش ام سي نص اسباني وبتسمع كلامي، ده انا كل ما اتكلم بتقول لي سي.
لا بص دي جامده قوي. بيقول لك ايه رقم يا اسطى انت التالت سي، حرف السي هو التالت في الحروف A B C. قصدي ان انت مش ام سي، قصدي ان انت مش رابر يعني، موزة اسباني وبتسمع كلامي ده، انا كل ما اتكلم بتقول لي سي اللي هي نعم بتسمع الكلام يعني. وبس يعني ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. الفيديو كان طويل ومتعب جدا، فيعني اقل حاجه انك تعمل لايك سبسكرايب طالما وصلت يعني لاخر الفيديو، واكتب لي كومنت لو انت مش بتلاقي كلام تكتبه في الكومنت، احكي لي مشاكلك. اعتقد ان عندك مشاكل صح، واعتقد ان انا لازم اقفل الفيديو ان انا مش عارف انا بقول ايه.